ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده فيديو عودة نسختي في فيرجن 18. النسخة اللي هزت المجال، جابت 34 ألف مشاهدة. النسخة اللي بجد يعني عملت نمرة في المجال جامدة. طيب طبعا انتوا عارفين ان النسخة حصل فيها شوية مشاكل، حوار انها ما بتستلمش ريكات وما بتبعتش صور، ما بتخشش على الستوري. طيب تحت في الديسكريبشن سايب لك 3 لينكات، تمام كده؟ اول لينك هسيب لك اللي هو تيست النسخة بتاعت فيرجن 18. ده اول لينك هسيب لك التيست بتاع النسخه تتفرج عليه، لان انا مش هشرح حاجه اصلا في الفيديو ده، تمام؟ واللينك التاني سايبه لك اللي هو انت ازاي بتشغلها، لانك لازم تثبت نسخه تحتيها. الفيديو التاني اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن هو الفيديو ده. اول ما تفتح تقوم مثبت نسختي. يعني اول لينك هسيبه لك تحت في الديسكريبشن التيست، اتفرج عليه. تاني لينك اللي هو اللي انت اصلا ازاي بتشغلها، تمام؟ تالت لينك اللي هو الملف اللي فيه النسختين، انت بتثبت نسخة، بعد كده بتخش عليها بالرقم، بعد كده بتثبت نسختي فيرجن 18 عليها. اتفرج على الفيديو ده هتفهم. سيب لك برضو ليه تحت في الديسكريبشن لينك مباشر، تمام كده؟ طيب النسخة كانت ايه عيوبها؟ لما كنت مثلا بتيجي تسجل ريك، تيجي تبعته يقول لك يتعذر التنزيل او يتعذر التحميل، حد يجي يبعت لك ريك يقول لك نفس القصه يتعذر التحميل، تيجي تبعت صوره يقول لك لما تيجي تحملها يجي يقول لك يتعذر التحميل، لما مثلا حد يجي يبعت لك صوره يقول لك نفس القصه يتعذر التحميل، تيجي تخش على الستوري مثلا تشوف فيديو وتشوف صوره يقول لك يتعذر التحميل، مش شغال، تمام؟ الميديا كانت مقطوعه عن النسخه اصلا. دلوقتي انت لو هتيجي تبعت ريك هيتبعت عادي زي ما انت شايف، ولو جيت تبعت صورة، ونفس الكلام لو استلمت صورة او فيديو هتحملهم عادي جدا، ولو استلمت ريك هيحمل معاك عادي زي ما انت شايف، اتبعتت السكرين عادي. لو جيت تبعت ستيكر هيتبعت الستيكر عادي، ولو جيت تخش على الستوري دي كانت مشاكلها. ولو مش عندك جرأة كافية قول لي لو محتاج مساعدة. موت يا عرس مش هنشتاق لميتينك، سذاجة تفكيرك يا الفيديو حمل عادي زي ما انت شفت اهو، النسخه اتحل كل مشاكلها. كانت في مشكله في الريكات، ما بتستلمش ولا بتبعت ريكات، وما كانتش بتستلم ولا بتبعت صور، وما كانتش بتخش على الستوري اللي هو تحمل وتشوف الفيديوهات، وما كانتش بتحمل فيديو او صوره على الستوري، يقول لك اتعذر التحميل. في كل اللي انا قلته ده كل المشاكل دي اتحلت، والنسخه كانت بجد عظمه المجال. كانت جايبه ريتش حاجه مثلا في رينج 35 الف مشاهده، كانت بجد هزت المجال. بس كده سايب لك تحت في الديسكريبشن لينك الملف اللي فيه النسختين. بعد ما تدوس على اللينك اللي تحت في الديسكريبشن اللي فيه نسختين وحملته، هتقوم داخل على ذاكره الهاتف، وهتقوم داخل على الداونلود، وتقوم داخل على نسخه ايفل فيرجن 18، تقوم دايس استخراج الكل، هتفك الضغط من عليه. الملف هينزل لك مضغوط، بعد ما تستخرج الضغط من عليه اتفك الضغط، هيظهر لك نسختين جوه. هتعمل ايه عشان تشغل فيرجن 18؟ هتثبت النسخه دي اللي هي النسخه اللي هتثبت الاول وتخش عليها بالرقم وتفتح معاك. بعد ما فتحت معاك هتقوم داخل مثبت فيرجن 18، هتلاقي نسخه جابت لك اللي هو ان الرقم طار او كده، هتقوم دايس تم هتخرجك بره. بعد كده هتكتب رقمك تاني هتدخلك من غير كود. طبعا الكلام ده مش هتفهمه، لازم تتفرج على اللينك اللي سايبه لك تحت في الديسكريبشن اللي هو لينك النسخه اللي هو اصلا انت ازاي بتشغلها، تمام كده؟ انت كده فهمت هتعمل ايه. سايب لك تحت في الديسكريبشن 3 لينكات، لينك التيست، ولينك اللي هو ازاي انت بتشغلها، واللينك بتاع الملف اللي فيه النسختين اللي هو ده. بعد ما تنزله وهتفك الضغط من عليه هيفتح معاك كده في نسختين. اتفرج على الفيديو اللي هو انت ازاي بتشغلها علشان تعرف تثبتها. بس كده يا قلبي، يلا اشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام.